بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. خلاص فاضل كام يوم على رمضان، يعني حوالي يومين او ثلاثة. بكرة الرؤية ان شاء الله بإذن الله. ربنا يجعله شهر خير وبركة علينا ان شاء الله. فقبل رمضان كده نحاول ناكل ايه حاجات خفيفة كده. احنا طبعا داخلين على شهر رمضان، وشهر رمضان بيبقى مليان بالخير. ربنا يجعل بيوتكم عمار يا رب. فقلت اعمل ايه النهارده غدا، نعمل ايه. كان عندي برضو حتة لحمة صغيرة كده حوالي ما تكملش نص كيلو. فقلت اطلعها كده واعمل لنا حبة سندوتشات برجر في البيت. بدل ما طبعا بره بقى غالي جدا، قلت اعمله في البيت بطريقة سهلة جدا وطريقة بيتي وحلوة قوي. فالمهم جبت كيسين دقيق، 2 كيلو دقيق، وقلت اعجنهم. حتى يعني ايه، مش عاملاهم ل2 كيلو دقيق للبرجر، لا انا عامله عيش برجر برضو. بيتاكل بقى، بناكل بيه، نعمله سندوتشات كده في الفطار. بحط منه لو فاض حاجه بحطها في الفريزر وبنطلعها نعملها بقى بالجبنه باي حاجه، مش شرط يعني نعملها لحوم او في غدا او كده. لا ده ممكن نعملها بجبنه بمربى باي حاجه وبناكلها. فقلت اما بدل كده كده هعمل، قلت ايه اما اعمل كيسين 2 كيلو. فالمهم رحت جايبه بقى ال2 كيلو دولت، ورحت جايبه عليهم كل كيلو دقيق بياخد معلقه خميره، وبياخد رشه ملح، ورشه بيكنج باودر، ومعلقتين سكر. انا بتكلم الوقت عن الكيلو يعني. هي ال2 كيلو هنروح بقى مضاعفين الكميه. فزي ما انتوا شايفين حطيت معلقتين خميره ورشه بيكنج باودر، ورشه يعني حتى ما تكملش معلقه، ولو ما فيش مش مشكله خالص. وبروح حاطه معلقتين سكر ورشه ملح، ولو عندك خل طبعا برضو تروحي حاطه معلقتين خل حلوين. بيبقى حلو قوي قوي مع العجين، وبيديله هشاشه وبيبقى حلو. خصوصا ان عيش البرجر ده بيبقى عالي كده وتخين. بيبقى عالي يعني، بيبقى الواحد كده بيبقى مدور وعالي، علشان نفتحه بقى ونحشيه. فزي ما قلت لكم، وهنعجن بقى بميه. عايزه تضيفي حبه لبن ضيفي، عايزه تضيفي معلقه سمنه بلدي ضيفي، عايزه تضيفي معلقه قشطه ضيفي، عايزه تعجنيه كله بلبن اعجني. بس انا عجنته بميه حتى يبقى ايه، يبقى خفيف كده وحلو. مش شرط لبن يعني، هو اللبن طبعا بيضيف له قيمه غذائيه، بس انا عجنت بميه. ف ورشه زيت برضو، ما ننساش رشه الزيت، لان بتدي للعجينه نعومه ولمعه. يعني رشه الزيت دي اصلا بتبقى مهمه جدا، حبه زيت صغيرين كده في على الدقيق، علشان يديله ايه زي ما قلت لكم اللمعه، والعجينه كده تبقى ناعمه معانا. وهنبدأ بقى نعجن العجينة دي. أهم حاجة برضو في العجن عشان أي عجينة تنجح معاكي، إنك انت تعجنها كويس، يعني تديها حقها كده في العجن، علشان تاخد وقتها في العجن كده، علشان تطلع طرية كده وتبقى تنجح معانا في الخبز. فهبدأ بقى أعجنها زي ما قلت لكم، وهسيبها كده لحد ما تدفى في مكان دافي لحد ما تخمر. فالجو النهارده كان ساقع. اهم حاجه ان احنا نحطها في مكان دافي عشان ما تغيبش برضو معانا وتخمر بسرعه. احنا خلصنا اهو عجن، فهسيبها بقى في مكان دافي لحد ما نرجع لها تاني اما تخمر. ده بقى اللي قدامكم ده كوبايه برغل من عندي جايباها يعني عشان اضيفها على البرجر. وحطيت عليها حبه ميه سخنين يعني، غليت حبه ميه في الكاتل كده وحطيتهم عليها. وبعد كده اروح اخدهم اصفيهم على طول في المصفى. اهم حاجه ان احنا نعصره زي ما انتم شايفين. انا بعصره خالص علشان ما يبقاش فيه ميه، عشان ما يخليش العجينه بتاعه البرجر تبقى تفك معايا وكده. فدي حته اللحمه اللي عندي زي ما قلت لكم، انا فرمتها عندي في الكبه، وحطيت عليها كوبايه البرغل دي. ما بتغيبش، ما بنقحاش يعني. انا حطيت عليها ميه سخنه، وعما جبت المصفى والبوله وكده، ورحت بايه مصفيه. دي بقى بصلايه زي ما قلت لكم، بصلايه واحده بس هتحطها على الكميه دي، بصلايه صغيره كمان ما هيش كبيره. وهبدا بقى احط التوابل. حط توابل بقى زي ما انت عايزه. انا حطيت توم باودر، وحطيت 7 بهارات، وحطيت معلقه فلفل اسود، وحطيت معلقه بابريكا كبيره، وحطيت معلقه زعتر ناشف، وحطيت كمان حبه معلقه كزبره ناشفه، ومعلقه كمون صغيره. يعني انا مزوده حتى الكميات الكبيره من البهارات، ال7 بهارات، ومن البابريكا، ومن الثوم البودر. الثوم البودر برضو بيدي عموما يعني لعجينه اللحوم، سواء كفته، سواء برجر، سواء اي حاجه، بيدي لها ريحه حلوه قوي ونكهه.
وطبعا ما ننساش الملح، ان احنا نظبط الملح بتاعنا بتاع العجينة بتاعتنا. وهبدأ بقى اعجن كل ده على ان البهارات تمتزج مع اللحمة كلها. وهي كده كده اللحمة والبصل واستغفر الله العظيم يا رب. وانا ضفت ايه؟ نسيت. البرغل. هتبقى عجينة، وهنروح بقى ايه، اسيبها بقى لحد ما احطها في التلاجة شوية لحد ما تتشمع. دي بقى العجينة بعد ما خمرت، طبعا شفتوها معايا عاملة ازاي، الكمية تضاعفت تماما والعجينة طرية، وتحسي اصلا ان العجينة منفوخة لوحدها. يعني هي لسه ما خمرتش، اللي هي الخمرة التانية انا بخمرها مرتين، وبالرغم من كده تحس ان العجينة منفوخة كده وناعمة وطرية وجميلة قوي. يعني العجينة ناجحة 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 ما شاء الله عليها، وبحاجات برضو موجودة في البيت وسهلة جدا. ابدا بقى باللي ايدي دقيق كده، ارشش حبه دقيق على ايدي، وابدا اعملها بقى الكور اللي انا عايزاها، الحجم اللي انا عايزاه، سواء كبير او صغير. وكده كده الحجم بيتضاعف. وانا بحب ان انا ما يعني ايه، الرغيف اللي هو الكايزر ما يبقاش عالي قوي، لا انا بحب يكون مفرود كده عالي، بس مفرود ويكون حلو. ما بحبش يعني زي ما انتم شايفين، فانا اديته ضغطه كده علشان يبقى مفرود معايا. وهو كده كده لسه هيتضاعف في الخمر. ده بقى انا جبت كيس من عندي، وجبت ده طبق، بس انا هغيره، هجيب غطا برطمان لان لقيت الطبق كبير قوي واسع يعني، فغيرته جبت غطا برطمان. وهبدا احط في الكيس كميه اللحمه اللي انا هعملها. وكنت مقطعه ورق زبده على قد قطعه البرجر، عشان اما اجي اشيله احطه في الطاسه ما يتبهدلش مني ولا حاجه. اهو شوفوا عاملة ازاي. انا كده مقطعة حبة ورق على قد عدد البرجرات اللي هتطلع، كل برجرية احطها على ورقة اهو زي ما انتوا شايفين، علشان ساعة القلي يبقى سهلة جدا وانا بقلي. شوفوا شكله عامل ازاي، الحجم ده حلو قوي، عشان كده انا غيرت الطبق، وغطا البرطمان كان حجمه مناسب وحلو. دي بقى اللي جبت طاسه ورحت حطها كده رشه زيت خفيفه، ورحت نازله بقى بايه بالمستند بقى لما سخن، وهنزل بقى بالبرجر. اهم حاجه ان انا اهدي عليه، يعني اسيب الشعل كده يكون هادي عشان منه يستوي ومنه ياخد لون حلو. لان انا لو عليت هياخد لون يتحروق وياخد لون قبل ما العجينه تستوي من جوه. عشان كده لازم نهدي عليه خالص خالص بالراحه كده. ولو حبيت تغطيه غطيه، بس ان هو ما يتغطاش يبقى احسن عشان الزيت وكده. فانا نزلت بالكميه باربعه هما يعني في الطاسه. والكميه اصلا اللي عندي ما شاء الله، يعني هي مع ان حته لحمه صغيره، بس البرغل بقى والحاجات دي ادتها زودت الكميه. اهو انا قلبته بقى البرجر على الوجه التاني، وبسيبه بقى اهو شوف الزيت حتى بيطشطش اهو، بس بالراحه خالص عشان يستوي. اهم حاجه ان البرجريه تبقى مستويه من جوه ومن بره، وفي نفس الوقت لونها يبقى حلو. دلوقتي بقى احنا هنعجن، هندخل بقى العيش بتاعنا الفرن. فجبت بيضة وحطيت عليها رشة خل، وبحط معلقتين لبن كده، وبروح عطياها. هي ده الدهان اللي هدهن بيه وش الرغيفة بتاعتي. شوفوا زادت معايا ازاي. يعني هي الرغيف زادوا النص، يعني بقى اتنين، يعني الرغيف زاد تضاعف. فهبدأ بقى ايه بالراحة كده وانا بدهن، علشان ما الخمر بتاعه ما يروحش ولا حاجة. فهدهن كده بالراحة بالفرش. وطبعا لو عندك بقى حبة سمسم، عندك حبة البركة، رش كده على الوش، برضو بيبقى طعمه حلو السمسم، انا بحب السمسم. فبرضو رحت اعطيها رشة كده من فوق. وكان الفرن بقى سخن، يعني اهم حاجة الفرن يكون شغال كده والع وسخن، على درجة حرارة متوسطة او عالية. يعني لو الفرن بتاعك بقى بالكهرباء وكده بالعالي، لكن انا بخبزه في الفرن الغاز، فبحاول ايه يعني الشعل كده يكون متوسط عشان ابقى متحكمة فيه. خلاص طلع معانا اهون. وهبدأ بقى اعمل الصوص بتاع البرجر. الصوص بتاع البرجر بيبقى معلقتين من الكاتشب، ومعلقتين مايونيز، وحاجة بسيطة خالص من المسترد. وكل ده بقى اروح مقلباه من بعض، وده اللي هندهن بيه العيش الرغيفين، يعني الوجهين كده من جوه قبل ما نحط الحشو. هديها تقليبه زي ما انتوا شايفين اهو. وهقلب كل الصوص دون، وبعدين هجيب العيش اهو. العيش ما شاء الله جميل جدا جدا وهش ومنفوخ من جوه كده وخفيف، ولونه حلو وطعمه جميل كمان، فيه تسكيره خفيفه كده من السكر. طعمه حلو قوي. هبدأ بقى قسمت الرغيف نصين، وهروح حاطه الصوص كده على ادهن كده النص اللي انا جبته ده.
وهروح حتى بقى قطعة برجر، اروح حاطة قطعة طماطم، اروح حاطة شريحة بصل، قطع بصل، حتة بصل كده يعني، حلقة بصل، وخس. من الخس ده خس بلدي، ما هوش خس كابوتشا ولا حاجة، ده خس بلدي برضو استخدمته. كان طعمه حلو قوي. شوفوا شكل الرغيف عامل ازاي. طبعا لو عندك الجبنة اللي هي الشيدر الشرايح حطي، بس انا ما عنديش فاستكفيت بده. قطعة برجر، طماطماية، بصلاية، خس، والصوص طبعا، وطعمه حلو قوي قوي قوي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم